الأستاذ ناصر الدين حزام، والرئيس السابق للجمعية الأستاذ نصر الدين شقلال. وبهذه المناسبة الطيبة في هذا اليوم المبارك، في يوم الجمعة 15 من شهر شعبان 1438 هجري، الموافق ل 12 ماي 2017، سيتم بإذن الله تعالى الافتتاح الرسمي للمدرسة القرآنية الجهوية بالشرق. هذه المدرسة الجهوية القرآنية بالشرق الجزائري الذي تشرف عليه جمعية الإرشاد والإصلاح، تحديدا تحت رعاية المكتب البلدي لجمعية الإرشاد والإصلاح بحساني عبد الكريم ولاية الواد. فتفضل سيدي مشكورا للافتتاح الرسمي لهذه المدرسة. تعال عايش تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. امسك مليح بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يجعل البركه ان شاء الله. امين. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر ولله الحمد. هذا فضل من الله تبارك وتعالى، يعني نفخر به ونتوجه بالشكر لله جل وعلا اولا، ثم للقائمين على هذه المدرسه، مكتب ولائي، مكتب بلدي، شيخ صالح، اعوانه، الاخوه اللي معاه، الاساتذه، المحسنين، ناس حساني عبد الكريم وغيرهم من المحسنين عبر ربوع الوطن، جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. بارك الله. أو التعريف. تفضل محمد. تفضل. نسبة الإنجاز حوالي 98%. قاعة تسع إلى 350 شخص. الطابق الأرضي مصلى يتسع إلى 200 مصلي. مكتب، قاعة المطالعة، قاعة الجنات، إدارة، ثلاث مكاتب، دورة مياه. الطابق الأول 4 قاعات للدراسة، قاعة أكل، مطبخ ومحضر، دورة مياه. الطابق الثاني 7 غرف للنوم، 3 غرف للدراسة، مجمع لحم شوية سنتين، كاين غرفة للمداوم، عيادة، حمامات. هذا مجمع يعني يتم معنى الكلمة. ربي يبارك إن شاء الله، ربي يعمر ويكمل إن شاء الله. ادخل يا شباب. هذا يفتح أهل الحي في صالح.
جماعه